السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل النهاردة مع بعض عصير برتقال نخزنه بقى لشهر رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. معايا كيلو جزر، انا قطعته، غسلناه طبعا ونضفناه وحطيناه في حلة كده فيها مية. طبعا هنعمل العصير بتاعنا ده، هنعمل نوعين، ان احنا نشيله لشهر رمضان ان شاء الله. احط بقى كمية الجزر اللي معايا كده، اقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. البرتقال اللي معايا ده برتقال بلدي، غسلناه بقى ونضفناه. هنشوف بقى مع بعض هنعمله ازاي. اقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، بقسم البرتقانه كده بالنص. وطبعا العصاره بتاعه البرتقال دي موجوده في كل بيت. لو عندك بقى اللي هي العصاره الكهرباء هتبقى اسهل بكتير، ودي برضو سهله. اعصر بقى كميه البرتقال بقى بتاعتي كلها. البرتقان اللي معانا ده برتقان بلدي، ما ينفعش اعصر البرتقان اللي هو بسرة. الجزر كده اتسلق. لو عندك خلاط اضربيه في الخلاط، لو انا كده عندي الهاند بلندر فهضربه بيها. هنزل بقى بالبرتقان بتاعنا. البرتقان طبعا احنا صفيناه. هضرب بقى كده البرتقان مع الجزر كويس جدا. طبعا السكر زي ما انت عايزة. بصوا ما شاء الله البرتقان شكله جميل وحلو ازاي. بنحطه بقى في اكياس وبنشيله في الفريزر، وبتطلعي منه على طول. هنعمل مع بعض النهاردة برضو السبانخ والبسلة، وهنشيل برضو البرتقان واليوستفندي. برضو هنخزنه ان شاء الله بإذن الله نستعمله مع بعض في شهر رمضان. بصوا البسلة بتاعتنا احنا غاسلينها ومنضفينها، وقطعنا الجزر حلقات. والجزر ده احنا سلقناه للبرتقان. اللي معانا ده استفندي، برضو هنعمله عصير ونشيله. السبانخ بقى احنا غسلناها غسلة حلوة جدا عشان بتبقى مليانة طينة كتير، وصفيناها كده وقطعناها قطع صغيرة. البرتقان اللي معانا ده برضو برتقان بلدي، انا نضفته من البذر لان البذر ده بيخليه يمرر. هشوف بقى انا هفرز الحاجة دي ازاي من غير بقى ما نحطها في مية ونسلقها وكده. انا مجرباها على طول، طريقة سهلة جدا وبسيطة. بصوا بقى هنجيب بقى الاكياس اللي معانا كده. انا بجيب الاكياس اللي هي المتوسطة. بصوا بقى الاستفندي طبعا زي الكمية اللي احنا عايزينها. انا هشيل كمية ان هي تعمل لي شفشة. انا بقى منضفاه طبعا من البذر اللي فيه، وهحطه في الفريزر. ولما هنيجي بقى نضربه ان شاء الله باذن الله مع بعض برضو هوريكم الفيديو بتاعه. هشيل بقى الكمية بتاعتي كلها كده. انا عشان ما اطولش الفيديو عليكم هنوريكم برضو البرتقان هعمل فيه ايه. البرتقان ده لما انا بعمله في الخلاط او الهاند بلندر انا بصفيه، لكن البرتقان التاني احنا مش بنصفيه بالمصفى، لكن البرتقان ده بنصفيه بالمصفى. بحط بقى الجزر بتاعنا كده. الجزر ده طبعا احنا سالقينه. بحط كده كمية الجزر اقل من كمية البرتقان، بيدي طعم حلو قوي للعصير معانا. بصوا بقى كده بسم الله ما شاء الله.
هفصل بقى وهعمل الكمية بتاعتي كلها عشان انا ما اطولش الفيديو عليكم، بس برضو هوريكم هشيل برضو البسلة ازاي والسبانخ. السبانخ برضو بحطها في الكيس، ولازم اطلع الهواء من الكيس جامد جدا عشان يحافظ على لونها وتفضل خضرة كده زي ما هي. معايا بقى مكيال كده، احط بقى البسلة. طبعا البسلة انا بشيلها يعني حسب رغبتك انتي، حسب الاكل اللي انتي عايزة تعمليه او الكمية اللي انتي عايزة تعمليها. ممكن لو الكمية بتاعتنا قليلة ممكن نطلع كيسين لو احنا عندنا عزومة او حاجة. بصوا ما شاء الله الكمية بتاعتنا بقى. انا فصلت الفيديو عشان ما اطولش الفيديو عليكم. بصوا بقى السبانخ انا بقى طلعت من الكيس الهوا كده وشلتها في الفريزر على طول. لما بنيجي بقى نطلعها نستعملها بنطلعها مجمدة من الفريزر ونحطها في الصلصة على طول. وبرضو هوريكم برضو الفيديو بتاعها. ما تنسونيش بقى تعملوا لي لايك، ولو اول مرة تشوف القناة تشترك فيها وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا يعني تستفادوا بيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.